ماشي هما مساكن كيدوزوا من الجناب كيسلتوا كينشفوا ويعاودوا يدخلوا عاوتاني يجروا ثاني الماء للداخل. يعني كان واحد المجهود. المغربيه والبيئه في جهه الدار البيضاء تكون ان شاء الله واحد القافله من مدينه الدار البيضاء الى الكركيرات او معبر الكركيرات، غادي تخلي بطبيعه الحال يعطيونا تصريح التجنب وفي القافله كيفاش غادي تجي وان شاء الله كيفاش غادي يدوز هذا التراجع. السلام عليكم. عليكم السلام. سيد الرئيس هو الاول. بسم الله الرحمن الرحيم. فؤاد غرسه، الرئيس الجهوي للهيئه المغربيه لحقوق الانسان والبيئه بجهه الدار البيضاء سطات. كما كتشاهدوا اليوم الهيئه المغربيه لحقوق الانسان والبيئه بكل مكونات المكتب الجهوي وفي غمره احتفال الشعب المغربي بذكرى 49 المسيره الخضراء المظفره تجسد حضورها بهذه القافله ان شاء الله تعالى، اللي هي قافله قد تنطلق من مدينه الدار البيضاء تجاه معبر الكركارات. وما هذه القافله الا عباره عن رساله قويه لخصوم الوحده الترابيه بان الحمد لله المغرب ديالنا كينعم بالامن والامان، وحنا غاديين الحمد لله كما كتشوفوا علامه الدراجات ثنائيه العجلات كذلك السيارات، وحنا غاديين في واحد الطمانينه كبيره الحمد لله. والله ينصر سيدنا. والشعار الخالد والابدي ديالنا هو المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها الى ان يرث الله الارض وما عليها. وشكرا لكم. المحطة الأولى عندنا غادي ندوزو مرورا بمدينة مراكش، كذلك مرورا غادي نحطوا الرحال بمدينة أكادير، غنسجلوا المبيت تما بمدينة أكادير. لو لوندوما أنها تكون عندنا إن شاء الله هاد العيون حتى هي غنسجلوا فيها المبيت. من بعد العيون الداخله ان شاء الله غيكون عندنا واحد جوغ دو روبو تما، لان راك ما عرفتوا المسافه ما ساهلاش والطريق طويله. ابخي غادي نشدوا الطريق ان شاء الله للكركارات اللي هي كلنا عندنا واحد الشراره اننا نكونوا تما ان شاء الله. حنا ما كرهناش نوصلوا بعجاله، ولكن ان شاء الله تعالى نمشيو في امان. كاينه الطريق ماشي سهله الحمد لله، ولكن حنا مستعدين نمشيو حتى راجلين حتى على رجلينا. حنا ما تيهمناش. الله يكبر بك الله يكبر بك. شكرا استاذه بارك الله فيك. لاله ايمان، أنا اليوم كمواطنة مغربية جد فخورة بالمشاركة ديالي في هذه القافلة الوطنية اللي نظمتها هيئة حقوق الإنسان والبيئة للدار البيضاء مع العديد من الشركاء، منهم محامون الدار البيضاء وجمعية دراجي المغرب والعديد من الهيئات. وكنشكر كذلك يعني اللي ساهموا في هذه المبادرة هذه التاريخية. هذا نداء وطن واجب علينا كاملين نرسموا ونحطوا البصمة ديالنا كمواطنين، وحنا رهنا الاشاره الى بلادنا محتاجه لينا نمشيو كما قال السيد الرئيس على رجلينا، لما لا. وانا جد فخوره، كنتمنى لهم التوفيق. ودائما كما كنقولوا الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه، ودائما عاش الملك الله الوطن الملك. وشكرا لكم نتوما الصحافه اللي كتقدموا هذا العمل الجبار، وان شاء الله كنتمنى لهم التوفيق والتيسير ويوصلوا على خير ودعناهم في يد الله، لانه انا ولو تحت ليا لولا الالتزامات غنكون انا في الصفوف الاماميه نمشي معاهم، ولكن درت مجهوداتي. ان شاء الله نتمنى لهم التوفيق يا رب. الله الوطن الملك. تفضل. تكلم شريف. واش لي موطور دي مورا سيدين انا دائما باش بالعربيه بالفرنسيه بالعربيه. السلام عليكم، معكم حسن زغلول، كنتمي للمجموعه ديال عاودي السلام عليكم، معكم حسن زغلول، كنتمي للمجموعه ديال لي موطار دو ماروك اللي تاسست منذ 2009 ولحد الان، وكتساهم في اي مبادره كانت سواء اجتماعيه اقتصاديه او سياسيه. واليوم ان شاء الله حنايا بكل فرح لبينا الطلب ديال جمعيه المحامين اللي عرضوا علينا باش نمشيو معاهم حتى للكركارات. غاديين وحنا فرحانين وكنشكروهم على هذه الدعوه، وان شاء الله يمر كل شيء على خير وبخير.
وكنتمناو باش تكونوا مبادرات اخرين. والمطلوب من هذا الشيء كله هو الشفاء ديال سيدنا جلالة الملك نصره الله، وشعارنا هو شعار واحد، هو الله الوطن الملك. وشكرا. وكذلك كنشكروا جميع الصحف اللي مبادرنا ايفونتويلمون شوف تيفي اللي كيتبعوا هذه المظاهره، وتا هما كيديروا مجهودات كباره باش تنجح هذه المبادره. وشكرا. وبهذه المناسبه غنقدموا الكلمه للسي عبد الفتاح اللي هو يعني اصر على القاء واحد الدعاء لسيدنا جلاله الملك محمد السادس بهذه المناسبه. تفضل السي عبد الفتاح. السلام عليكم. معكم رئيس لجنه اليقظه للهيئه المغربيه لحقوق الانسان والبيئه عبد الفتاح شدياق. وصراحه اول مره انا غادي نقبض الميكرو، والامنيه ديالي كانت هي منين قبضت الميكرو ندير واحد الدعاء لسيدنا خالص لله تعالى ونامنوا عليه كاملين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما يا رب العالمين. اللهم أبدله صحة خيرا من صحته. اللهم أطل في عمره. اللهم اشفه شفاء دائما وابدا يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. تفضل استاذ. ان شاء الله مازال ان شاء الله تعالى راه مازال عندنا عده مبادرات ان شاء الله تعالى. من ضمنها ان شاء الله راه كنخططوا لواحد البرنامج غيكون ان شاء الله في واحد لقاء اعلامي ان شاء الله تعالى، وغيكونوا عندنا حتى خارج ارض الوطن ان شاء الله بمعيه السي الصبري والاخوان الدراجين ان شاء الله تعالى اللي كنحييهم من هذا المنبر هذا. واش غادي نقول لك صراحه هذا الشيء بالتنسيق مع السي الصبري اتلجى الصدر ديالي، وكانت كما كتلاحظوا راه كانت الخرجه ديالنا جد رائعه. وحنا هذه الهديه وهذه المرحله اللي غادي ندوزوا، هذه المراحل وهذه المحطات كلهم تنهديهم لسيدنا وللشعب المغربي كامل ان شاء الله تعالى. وهي ما هي الا بدايه تعاون ان شاء الله مع الدراجين ان شاء الله. وكما اشرت لكم ان راه عندنا عدد ديال الخرجات ان شاء الله في اسبانيا ان شاء الله، عندنا ان شاء الله واحد الندوه غنديروها في مدريد ان شاء الله، عندنا ندوه في بروكسل، وعندنا ندوه ان شاء الله في فرنسا، وان شاء الله راه غيكونوا الاخوان معنا حتى هما حاضرين مشكورين. وديما مغرب. وما ننساش اننا نوجهوا الشكر لشركه بتروم، لانها كيف تفاجئنا بهم انهم قدموا لنا الدعم، يعني زعما قدموا لنا واحد الدعم الله يجزيهم بخير كبادره. شكرا بتروم، شكرا سي بوعيده. الكاتب العام. السلام عليكم. منير الميادي الكاتب العام لي موتار دو ماروك. احنا فرحانين بالانضمام للهيئه المغربيه لحقوق الانسان. الوغ الديبلاسمون للكركارات جمعيه لي موتار دو ماروك ايتي لا بروميير لي اورغانيزاسا في 2020 فاش يلاه المغرب رجع الكركارات 10 ايام ولا 15 يوم من بعد ما رجعناها مشينا للكركارات. وكانت في هذيك اللحظه كان ظرف تاريخي مهم، لان كانت الجهات اللي كتحارب الصحراء المغربيه كتقول بانها كتضرب سماره وخدات بزاف المناطق المغربيه. دوك الدراجين المغاربه مشاو لديك المناطق بصفتهم مدنيين باش يقولوا بان الصحراء مغربيه وسالمه وتحتر. دوك هذه ثاني زياره كنرافقوا الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان، كنشكروا على الدعوه والله يوصلهم بخير، وان شاء الله تكون قافله جيده. والميساج اللي كنوصلوا للعالم بهذه المسيرات اللي كنضم الجمعيات المدنيه ان الصحراء مغربيه وتحت السياده المغربيه وانها سالمه، واللي جا المغرب مرحبا به من الدار البيضاء من طنجه للقويره كما كنقولوا. شكرا
شكرا للصحافه اللي متابعه الحدث، وشكرا للسلطات المحليه. ميرسي. السلام عليكم. الاستاذ امين محمد بوفي، محامي بهيئه الدار البيضاء وعضو الامانه العامه بالهيئه المغربيه لحقوق الانسان والبيئه والمستشار القانوني لنفس الهيئه. احنا اليوم في محطه اللي هي قافله الترافع على القضيه الوطنيه اللي هي قضيه الصحراء المغربيه. بالتالي احنا اختارينا هذا الاسم لاننا هيئات نترافع اولا على صحرائنا، وبالتالي هذا يعني في المسار خطاب العرش الأخير اللي تمن فيه سيدنا هاد الجهود ديال جمعيات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية وجميع الفاعلين في هذا المجال هذا بأخذ المبادرة، وأننا نكونوا سباقين، وأننا تكون عندنا ردة فعل. وبالتالي احنا كنطلقوا اليوم من مدينة الدار البيضاء إلى مراكش، ثم أكادير، ثم العيون، ثم الداخلة، وإلى القرقرات، حاملين بين أيدينا كما هم السابقون الذين حملوا كتاب الله الراية المغربية، راية الوطن، للدفاع عن هذه القضية، ونحن نترافع عليها بكل جدية. ونشكر هيئة المحامون بالدار البيضاء الذين هم اليوم وفي خدمة المواطن مقاطعين لكي يضمنوا حقا للمواطن أخذ أو يريدون أن يأخذوه، وهو التقاضي المجاني الذي نص عليه الدستور المغربي. بالتالي نحن نشد على عضدهم ونحن معهم، ونحن في هذه المحطة نتمن عمل هيئات جمعيات المحامون بالمغرب ونقابات المحامون في هذا الإطار، ونحن مقاطعون ومترافعون، والشكر الجزيل. وبالتالي المحطة الجاية غتكون إن شاء الله بإذن الله في مراكش، والمحطات القادمة اللي هي القافلة ترافع الدولية. احنا اليوم في قافلة الترافع الوطنية، وغتكون قافلة الترافع الدولية اللي غتمشي لمدريد تثمينا لجهود دولة إسبانيا في الاعتراف بالصحراء المغربية، ثم باريس نظرا لموقف فرنسا في المحطة التي مضت بقدوم رئيس دولة فرنسا ماكرون، ومن ثم إلى بروكسل. وبروكسل هي موقع الاتحاد الأوروبي، ومن ثم سوف نترافع عن قضية الصحراء المغربية وبكل جدية، وسيكون هناك محامون مخضرمون وفاعلون وجميع من ترافع على هذه القضية إن شاء الله بإذن الله. شكرا جزيلا، ونتمنى لكم التوفيق، وشكرا لشفتاتي. مرحبا. الله الوطن.